القيمة السوقية للرجالة بتتحدد بثلاث حاجات: الفلوس، الشهرة، والمنصب. أما القيمة السوقية للأنثى أو المرأة عموما بتحدد بثلاث حاجات: صغر السن، الجمال، والعفة. الراجل مننا بيكون مطلوب لو ليه مستقبل، أما الست بتكون مطلوبة لو ملهاش ماضي. فاهمين الفرق؟ الراجل مننا كل ما كان محاط بعدد أكبر بكتير من الستات ازدادت الرغبة فيه وازداد الطلب عليه، عايزين يكسبوا قلبه وعايزين رضاه. ليه؟ لأن هو ده سيد الرجال. أما المرأة العكس تماما، كل ما كانت بعيدة عن الرجالة كل ما ازدادت رغبة الرجال فيها. ليه؟ لشرفها وعفتها، بعكس السائد عند السيدات دلوقتي اللي هي فكرة لا أنا حواليا رجالة كتير، أنا لا، دي حاجة بتنفر الرجالة منك. على فكرة الراجل مننا أول ما يبقى وحيد الستات كلها بتنفر منه وبتتعامل معاه من منطلق إن ده بائس وحيد يعني. بس أول ما يبدأ يرتبط، يا نهار ابيض، العروض بتنهال عليه من اقوى الانديه. عشان كده دايما تلاقي السيدات بيفتخروا بالمنصب والجاه والسلطه والمال اللي موجود عند ازواجهم. مش هتلاقي واحده ست تقولك لا والله اصل انا جوزي اخلاقه حلوه، اصل انا جوزي طبعه جميل او خلقه عالي. لا 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 خالص. الرجاله الضعيفه هم اللي بيخلقوا وبيصنعوا النسويات المسترجلات، حين ان الرجاله الاقوياء بيصنعوا ستات مليانه انوثه وحاجه في منتهى الجمال. لان بكل بساطه المرأة بتخضع للراجل القوي، بتخضع للراجل اللي عنده كاريزما المسيطر، في حين ان هي بتتمرد على الراجل المنبطح اللي ما عندوش شخصية ولا عنده ثقة في نفسه. ما خدتش بالك ان الراجل الفقير لما بيخون مراته بيتقال عليه الراجل الفقير الوغد ده، ازاي يخوني، ده مين ده وبتاع، في حين ان الراجل ده لو مليونير او راجل غني بتقول لك ايه؟ الست دي عايزة تخطف جوزي مني. الله، يعني الفلوس هي الطرف الأهم في المعادلة؟ في حاجة في علم النفس اسمها الثالوث المظلم: المكيافيلية، السايكوباتية، النرجسية. السيدات بينجذبوا تماما للثلاث أنواع دول، وللأسف مش أي راجل يقدر يتظاهر إن عنده الخواص دي. ليه؟ لأن المرأة بكل بساطة عندها الحاسة الستة اللي بتقدر تميز بيها الراجل القوي من الراجل الضعيف. خد بالك، المرأة أول ما بتتولد جاهزة وفي القمة، ومع الوقت ومع مرور السنين بتبدأ تفقد جمالها، الخصوبة بتاعتها، فبالتالي القيمة السوقية بتاعتها في المجتمع بتبدأ تقل. في حين ان الراجل مننا بيتولد في القاع، ومع تقدم السنين بيزداد النفوذ بتاعه والمال والسطوة والجاه بتاعه، فبالتالي تزيد القيمة السوقية بتاعته في المجتمع مع مرور السن. المرأة بينتهي العصر الذهبي بتاعها تقريبا في الثلاثينات، في حين ان الراجل بيبدأ العصر الذهبي بتاعه من الثلاثينات واحيانا الاربعينات. يعني مش لا، ده لسه بيبدأ. وفي الوقت اللي الست في بداية حياتها بتلاقي الاهتمام والإعجاب وكلمات الإطراء والشعر والغزل، الراجل في الفترة دي بيعاني من الحالة من اللامبالاة وعدم الاهتمام. ليه؟ لأن أنت مالكش أي قيمة في المرحلة دي في بداية حياتك. بس أول ما تبدأ تخلص الدراسة بتاعتك وتبدأ تشتغل ويبقى معاك فلوس وسلطة وجاه، بتتنقل في نظر الستات من صعلوق إلى مرتبة الملوك. على فكرة الكلام بتاعي مفيهوش أي تحامل لا على المرأة ولا على الراجل، دي حقيقة بيولوجية موجودة قدم الأزل، يعني من نشأة الخليقة زي ما بيقولوا كده. يعني فنصيحتي لكل الرجالة دلوقتي: زود القيمة بتاعتك من خلال شغلك، من خلال فلوسك، من خلال يبقى عندك طموح بلا حدود. ما تقعدش تركن على جنب كده وتحط ايدك على خدك وتقول لك لا مش عارف انا، هو انا ليه مفيش حد عايزني، هو انا لا، انت اللي بتحدد القيمة السوقية بتاعتك بشغلك وبعلمك وبمجهودك. وخليك راجل.